كل سنة وانتم طيبين. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ تعالوا بقى ايه اوريكم اشترياتي اللي انا اشتريتها رمضان. حاجات بجد جميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله. وتعالوا بقى ايه اقول لكم تجربتي مع الاطباق اللي بالكيلو. اخيرا اشتريتها، كان نفسي اشتريها من زمان وبسمع عنها كتير كتير. اخيرا اشتريتها. تعالوا بقى ايه اقول لكم تجربتي معاها، واذا كانت بقى مجزية بقى ولا مش مجزية. وتعالوا كمان اوريكم هدية عيد الحب اللي جت متأخرة. اكتر حاجة الصراحة عجبتني لغاية دلوقتي ما فتحتهاش، وقلت بقى ايه قلت افتحها معاكم. بس بجد هدية جميلة جدا، اكتر حاجة يعتبر عجبتني. يلا بقى تعالوا نتفرج مع بعض على الحاجة اللي انا اشتريتها ونشوفها عاملة ازاي. بجد حاجات جميلة جدا جدا جدا. خلي بقى دي دلوقتي، دي مفاجأة، خليها بقى دي دلوقتي في الاخر. وتعالوا نشوف ايه احنا جبنا ايه. تعالوا بقى كده اوريكم الاول الحاجات الجميله ديت اللي انا اشتريتها. اول حاجه الصينيه الجميله اللذيذه ديت، كل سنه وانتم طيبين، عجبتني قوي 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 ولفتت نظري. هو انا الصراحه انا كنت نازله ما كانش في بالي ان انا اشتري الحاجات دي، فكنت انا وجوزي مع بعض كنا بنشتري حاجات للبيت، فشفت بقى معرض فايه دخلنا، قلت ايه اشتري شويه حاجات. فعجبتني بقى ايه الاطباق اللي بالكيلو ديت، فقلت ايه اجيبها. تعالوا بقى ايه اقول لكم انا جبت ايه. بصوا بقى، جبت بقى الصينيه الجميله ديت، وجبت بقى اللي هو الدورق دوت، شكله عجبني وجميل جدا اهوت. العصاير لرمضان وكده، وعجبني بقى كمان ان هو فيه ايه مرقم من هنا كده في اللي هي الساعة بتاعته. الخامة بتاعته عجبتني جدا، حلوة اوي اوي اوي. اللي هي ايه بحب اشوف ان انا البلاستيك اللي هو رقم 5، رقم 5 بي بي ده كده اعرف ان هو البلاستيك بتاعه نظيف وحلو اوي اوي. انا جبت دوت، وجبت ايه جبت منه 2 الماس دوت، وجبت واحد كبير. بجد شكلهم حلو قوي وعجبوني جدا. انا جبتهم بقى للعصاير وكده. تعالوا بقى نشوف بقية الحاجة. بصوا الالوان بتاعتها هي اللي لفتت نظري الصراحة. كان في حاجات كتيرة جدا بقى، كان في الشبشق دوت بقى بالكوبايات والحاجات ديت، بس انا عندي الصراحة فقلت ايه لا. تعالوا بقى بصوا بقى الاشكال الجميلة بتاعت رمضان اللي لفتت نظري. بصوا انا بقى ايه انا كنت فاكره لما دخلت المعرض وكده انا وجوزي، لقيت الاطباق ديت لفتت نظري، فانا كنت فاكره انها بتتباع بالطبق. قلت ايه انقي، لقيت الراجل بيقول لي ايه لا الاطباق دي بتتباع بالكيلو. فقلت كان نفسي بصراحه ان انا اجربها من زمان. فقلت ايه انقي بقى، فقعدنا ننقي انا وجوزي وكده، قعدت انقي في اطباق كتير كتير. يعني انا قلت مثلا ايه الكيلو مثلا يعني 10 اطباق ولا حاجه. جوزي يقول لي ايه ده، ايه اللي انت بتعمليه ده، ايه اللي بتنقيه ده كده انت دخلتي في 2 3 كيلو 4 كيلو كده. بصوا بقى انا جبت ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الاشكال الجميله. الطبق الصغنون دوت كانت بنتي الصغننه معايا هي اللي اختارته ليها لنفسها، فضلت تشد فيه، قلت لها مش هزعلك هجيبهولك، شكله جميل قوي عجبني. جبت بقى الاطباق ديت كده، اطباق غرف، بس بجد عجبتني قوي اشكالها. بصوا حلوه جميله جميله جدا. قعدت انا انقي بقى، وبصراحه ما بصيتش اللي هو هيطلع كام كيلو، انا ما بصيتش، بس هي الحاجه الصراحه اغرتني في الاخر. جبت ديت، وجبت بقى الاطباق ديت بقى بتاعت الرز بلبن والحاجات دي، برضو شكلها جميل قوي عجبتني، وهي اشكالها كانت حلوه قوي. وجبت دوت كده، وده لذيذ لذيذ خالص كده، جميل قوي السرفيس دوت. وده طبعا اكتر حاجه شدتني. انا بقى لما نقيت بقى شويه الحاجات دول كده، يعني انا فاكراهم مثلا ايه يعني 2 كيلو ولا حاجه، دخلت لقيتهم على الميزان معديين ال3 كيلو. انا استغربت، فجوزي بيقول لي طبعا يعدوا طبعا. الكيلو الاطباق تقيله. انا ما كنتش متخيله كده. الطبق يعني ما شاء الله، هو الطبق نوعه نظيف، يعني الطبق برضو نوعه حلو قوي، مكتوب عليه دريم، هو ميد ان ايجيبت، بس نوعه حلو قوي. يعني الخامه بتاعته جميله وتقيله كده وجميله، فهي الصراحه اللي عجبتني، في لمعه حلوه قوي اهو. بصوا
لا مختوم من تحت وحلو جميل الصراحه. فشدتني اول الاطباق ديت. فالمهم بقى ان انا ايه اخترت الشويه دول، فلقيناهم طلعوا 3 كيلو وشويه الكام طبق دول. فطبعا انا استغربت، يعني انا كنت في حاجات تاني كنت منقياها، بس اضطريت بقى ان انا اشيل منهم شويه، لان الكيلو بقى ايه بكام بقى؟ الكيلو طلع ب140 جنيه. فانا شايفاه ان هو حلو. فانتوا بقى قولوا لي لو عندكم انتوا الاسعار ديت بكام الكيلو. انا مش عارفه، هو قال لي الكيلو ب140، فانا شايفاه حلو، لان انا بشوف الاسعار على النت بتبقى اعلى من كده، وخامتهم في نفس الوقت جميله. خامتهم عجبتني قوي الصراحه، فعشان كده ايه جبتهم، فمش خساره فيهم الصراحه. لكن هما بيوزنوا، يعني الكيلو بيوزن، يعني الكيلو ممكن يطلع بتاع 3 اطباق على حسب الحجم. يعني ممكن الحجم اللي هو لو كبير شويه ممكن يطلعوا بتاع 3 اطباق كده. بصي هما تقال، يعني مثلا 3 اطباق اهم، يعني تقال دول مثلا كيلو الا كده مثلا ولا حاجه. فهم كده بيوزنوا جامد. يعني هي الحاجه بتغريكي، انا قعدت انقي فكنتش متخيله بقى. وجبت كمان الحاجات الجميله ديت بقى بتاعت رمضان. كان في حاجات جميله قوي يا جماعه، بتغري الواحد ان هو يشتريها. بص بقى الكوبايات الجميله دي بتاعت العصير، عجبتني قوي الصراحه. بصوا رمضان كريم، وشكلها جميل، وخامتها برضو نظيفه جدا جدا، ميتها حلوه قوي قوي، يعني بتبرق كده. تعالوا بقى اوريكم المفاجاه، هديه عيد الحب. اكتر حاجه كانت عجباني وشدتني، انا لسه ما فتحتهاش، انا قلت هفتحها ايه معاكم. بص بقى الهديه ديت، انا كل سنه بيجي لي ايه في عيد الحب، جوزي بيجيب لي ايه حاجات بتبقى خاصه ليا. بس المره دي بقى الصراحه، يعني انا لما دخلت المعرض كان هو بقى ايه السنه دي ايه طنشني، يعني ايه ما جابليش. فانا بقى اللي شبطت فيها الصراحه، قلت له لا انت ما جبتليش بقى هديه عيد الحب، انا عايزه دي. فجابها لي، فعجبتني جدا جدا هناك. تعالوا بقى افتحها واوريها لكم. طبعا انتوا شفتوها هي ايه. بصوا انا لسه ايه، انا عارفه هي ايه، بس انا لسه ما فتحتهاش، قلت ايه هفتحها معاكم ونشوفها ايه سوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه، ده يا ستي طقم توابل. بصوا بقى الجمال، استنى انا هوريكم شكله كده في العلبه الاول. ده طقم توابل اللي هو ايه، انا بحب كان نفسي اجيب الطقم دوت. انا كان عندي الطقم اللي انا داخله بيه من ايام جوازي، اللي هو في الستاند دوت اللي هو الصيني ده. فانا كان نفسي اجيب التوابل اللي هي ايه البطرمانات الصغننه دي، وتبقى كتير وتلم بقى التوابل عندي. فانا شفته دوت اسمه الساقيه. الطقم دوت اسمه الساقيه، فعجبني قوي الصراحه. فانا شبطت فيه. راح جوزي قال لي لا انا مش هزعلك هجيبهولك. قلت له بقى ايه اعتبره بقى هديه عيد الحب اللي انت ايه كلتها عليا. قال لي عينيا ماشي، فجابهولي الصراحه. فعجبني قوي. بصوا بقى انا لسه فتحتهوش، قلت هفتحه معاكم واشوفه من جوه. اجيب مقص بس وافتحه بقى نفتحه مع بعض كده. استنوا ايه اوسع بس ايه نسيبها كده الاطباق ديت. واو، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا لونه جميل قوي، انا عجبني اللون الاسود قوي. ادي البطرمانات، هو كان عارض واحد وبعد كده ده جابولي من جوه. بصوا البطرمانات، انا بقى بحب البطرمانات الصغنونه دي، ما بتاخدش مساحه في المطبخ، وفي نفس الوقت بتلملي حاجات كتير بتلمي. بصوا البطرمان جميل قوي، وفي اخرام كده للتوابل من فوق اهيت. بجد عجبني قوي قوي قوي. بصوا بقى انا مش عارفه الصراحه، انا ما عدتهوش هو كام واحد. بسم الله الرحمن الرحيم كده عدوا معاكم. انا مش عارفه اساسا هو في كام بطرمان، تقريبا 18 او حاجه زي كده. يعني العلبه ديت فيها ايه دي 9، والعلبه برضو اكيد زيها 9، يبقى 18 زي ما انا ما قلت.
الله الرحمن الرحيم. دي 9 ودي 9 اهي، 18 برطمان، فحلو يعني 18 حلوين، فياخدوا حاجات كتير قوي، وفي نفس الوقت ما بتاخدش مساحه، مش هتاخد مساحه في المطبخ. يعني هما بيتحطوا كده، بصوا بقى عامله ازاي ساقيه. الله على الجمال بجد، عاجبني جدا جدا. بتحط بالطريقه ديت. بص عامل ازاي، عامل زي المرجيحه يا جماعه، جميل قوي الصراحه، عاجبني جدا، انا فرحانه بيه قوي. قولوا لي مبروك بقى، قولوا لي في التعليقات مبروك. بصوا نظامه، كان في اللي هو الدوار، انتوا فاكرينه؟ لكن الساقيه دي الصراحه انا ما شفتهاش. كان في الدوار دوت، انا كنت هجيبه الصراحه، بس بعد كده لقيت دوت الحديث بقى، يعني الدوار متهيألي كده خلاص، يعني الموضه بتاعته بطلت، فدوت اللي نازل بعديه. فين تاني كده؟ انا حطيت كده كله، ناقص واحده. بصوا بتنزل ازاي اهيت دوت. بصوا بقى الجمال، شوفوا عامل ازاي. عايزه اوريكم من قريب كده واو، عجبني لونه جدا. كان في الفضي، بس الاسود ده شدني الصراحه وعجبني، وهو شكله جميل قوي. ما تنسوش بقى اللايك يا جماعه، والاشتراك في القناه. اللايك اهم حاجه، والاشتراك في القناه. اللي اول مره يشوفني، احنا قناه اكله وترويقه، اهلا بيكم كلكم. الاشتراك بقى في القناه، وفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله باذن الله تشوفوا معانا الوصفات بتاعه رمضان. ان شاء الله هتعجبكم، هننزل حاجات حلوه قوي قوي في رمضان، وطبعا كحك العيد والحاجات دي كلها. وكل سنه وانتم طيبين، باي باي.